عارفين سيدنا موسى مر يوما على حجر اصم. هقول القصة دي واختم عشان ما اطولش عليكم. فربنا عايز يعرفه طلاقة القدرة. قال يا موسى اضرب بعصاك الحجر. فلما ضرب الحجر انفلق نصفين. فلما انفلق نصفين رأى موسى ما يدهشه. ما توحدوا وحد الله كمان مرة. سيدنا موسى لقى ايه بقى في الحجر؟ معايا يا شيخ احمد؟ لقى ايه؟ دودة حمراء بجوارها أناية ماء. فقال موسى يا رب دودة حمراء بجوارها أناية ماء في صخرة صناء وأنت لا تغفل عنها يا من رفعت السماء. دودة داخل صخرة صناء وبجوارها أناية ماء وأنت لا تغفل عنها يا من بسطت الأرض ورفعت السماء. فقال يا موسى أتدري بأي شيء تذكرني هذه الدودة؟ اسمع يا موحد، اسمع اللي مشغول بالأهلي والزمالك، اسمع اللي مشغول بالدوري والكاس والصوبر يا بتاع الصوبر. هما في القبر الملكين هيجيبوا لك سيرة الصوبر. امال ما حزن نفسك ما يندعج الصوبر ولا يولع الصوبر؟ ده 3 أسئلة ليا ولك والشارون وللدنيا كلها. من ربك؟ ما دينك؟ ما الرجل الذي بعث فيك؟ اوعى تقول له بقى انا بني عمارة في السنبلاوين وعنظر، مالوش دعوة. ما الذي قدمته لله؟ شوف ربنا بيقول لي ايه لموسى. عارف الدودة ده ايه بتقول ايه يا موسى؟ قال له بتقول ايه يا رب؟ قال له بتقول سبحان من يراني. يا رجل اذكر الله. الدودة بتقول سبحان من يراني. سبحان من يراني ولا يخفى عليه مكاني. سبحان من يرزقني ولا ينساني. يبقى رزقك جاي فما تقلقش، اطمئن، لان الارزاق بيد الملك الخلاق. لا تقلق. الامام الشافعي كان بيطلع من بيته ويقول توكلت على الله خالقي وايقنت ان الله لا شك رازقي. شوف اليقين. واحد